بواحد من النجوم العرب المره دي بقى. حكينا قبل كده حكايه محمد الامين عموره مع ليكيب الفرنسيه لما قالت انه رقميا محمد الامين عموره يناطح كيليان امبابي وايرلينج هالاند في مساله السبرنتات والسرعات، وانه رقم 3 على مستوى العالم. ولما اتكلم النجم الكبير عبد الحكيم سرار عن انه الراجل عنده عروض كتير في اوروبا وانه سرعته اصبحت لا توقف، ما كانش الموضوع افوره. اشمعنى؟ اسمحوا لي نعرض جدول هدافي الدوري البلجيكي بعد نهايه هذه الجوله اللي حقق فيها سان جيلواز الفوز على شارلوا ب3 أهداف مقابل هدف في الجوله ال7 من الدوري البلجيكي. الراجل اللي بياخد التجربه البلجيكيه وصل الى المركز الثاني في هدافين الدوري البلجيكي بعد كيفن دانكي ب12 هدف من سيركل بروج. وبالمناسبه سيركل بروج مدربه المساعد له كل التحيه والتقدير والاحترام راضي الجعيدي. وارجو، مش موضوعنا لكن جت بالصدفه، ارجو ان الراجل يتمسك بالفرصه في اوروبا مع كامل الاحترام للوداد والجمهور ولكل شيء، لكن اللاين اللي خده النفطي واللي خده عادل رمزي كان يمكن في اوروبا تفرق اكتر والله اعلم. فكيفن دانكي من سيركل بروج الذي يدربه او مساعد المدرب راضي الجعيدي 12 هدف، محمد الامين عموره 11 هدف. الفكره بقى انه تبان سرعات الراجل ده جدا في الهجمات المرتده، ومنها جاء الهدف الثالث لسان جيلواز للراجل عمل فيه سبرنت خرافي عموره. والحقيقه نمسك الخشب اهو، ده ازاز بس ماشي نمسكه برده، ان الراجل ده سلاح فتاك لمنتخب الجزائر بدون نقاش. وعندما وضعت ليكيب المقارنه بينه وبين بيك لبلايلي وقالت انه ده هو الثوره الجزائريه القادمه في الهجوم، كان عندها حق. الجون الثالث لسان جيلواز الراجل واخد الكوره وعامل سبق سرعه على اعلى مستوى. وفي الهجمات المرتده التي قد تكون سلاحا مهما لمنتخب الجزائر في كاس الامم، تفرق كتير لما يكون عندك مهاجم او جناح زي ده. بص مع بعض، استلم تقريبا من عند حدود منطقه جزائه في الدقيقه 64 لا تعيش افضل اوقاتك البدنيه في ارض الملعب. نكمل. عموره استلم الكوره هنا سان جيلواز كان لابس التيشيرت الاصفر يعني، فالكوره اتقطعت، ثم الهجمه المرتده ويلا بينا ورايا يا رجاله. خد عموره الكوره من هذه المسافه وقرر انه بعد ما الباس جاله انطلاقه 1-1، استلم عموره بعد سبق السرعه، هدي على الكوره، قطم لجوه القطمه بتاعه كيليان امبابي، ثم فين؟ لو في الواسعه تبقى سهله او الزاويه البعيده الار2 يعني، لكن الكوره في الزاويه الضيقه لحارس المرمى. الزاويه الضيقه لحارس المرمى. الباس جاله يا جماعه عشان هي سكرينز مش فيديو يعني. الباس جاي له وهو بادئ سبق السرعه من قبل نص الملعب وجاري لقدام. لما جات له الكوره كمل برجله كمان برجل، فكمل برجل بعد كده هدي وقطم لجوه وبمنتهى الدقه في الضيقه. فبروفايل زي ده في المرتده، خد بالك ان هو في نصف الملعب الاخر لوحده. لما نبص عليها تاني من ساعه ما ظهر يعني هو في نصف الملعب الاخر لوحده، مش حد معاه. فلعيب في المرتده لوحده دون وجود مسانده، ده اللي عموره يقدر يعمله مع منتخب الجزائر في حال احتاج. دي الفكره يعني، هو واخد السبرنت من قبل نص الملعب وشارخ ومعاه 3 لاعبين، وفي النهايه الكره الى داخل الشباك. واحد من اهم اللعيبه اللي موجودين في الجيل الجزائري الحالي، فله كل التقدير والتوفيق ومستوى هايل قدمه في هذه المباراه. نطلع